كلّمنا عن الرضا في حياتك. الحمد لله رب العالمين يعني ده شعار، إن دايمًا لازم تكون راضي بالوضع اللي أنت فيه ومتأكد إن ربنا هيدّيك أكتر. ده ساعدك إزاي في التعامل مع الأزمات، سواء بقى مادية أو معنوية مجرّد إن أنت تكون مسلِّم إن ده قدر ربنا وده لازم تستقبله برضا، ده بيدّيك راحة نفسية كبيرة جدًا. حصلت لي أزمة في حياتي كانت أزمة كبيرة شويتين، فقعد معايا حد صديق ليّا، صديق ما شاء الله هو يعني حد businessman كبير أوي والدنيا ماشية معاه حلو أوي. فالمهم قعد معايا وقال لي: "تأكد إن ربنا هيعوّضك وربنا هيدّيك يعني من وَسَع زي ما بيقولوا كده." وضرب لي مثل بنفسه، فقال لي: "أنا قعدت 3 سنين جوّه أوضة في بيتي لوحدي وفي التوقيت ده رُحت ل60 طبيب نفسي، ومن بعديها كنت راضي فربنا ادّاني عوّضني بكل اللي أنت شايفه ده، بعديها لقيت نفسي الحمد لله رب العالمين ليّا اسم في التخصص بتاعي ناجح مشهور." فعلًا ما توقعتش إن أنا ده يكون التعويض الجامد اللي ما كنتش أحلم بيه أصلًا.